إجالي أبشري ولا شيء في صباح الخير يا ابو حامد. اسمع يا جيلان، بتبيع التفاح بكام النهارده؟ هياكل الكتف والتحفش حوالي. يا اخويا بقالي 12 سنه مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقوله. انا مش فاهمه انت بتبيع ولا بتعاكس. يا جمهور هقول لك هياكل الكتف والتحفش حوالي والنص عليه. النص عليه؟ ايوه النص عليه. واي دي الدنيا غلت قوي قوي قوي. يعني بعد 12 سنة برضه مش عايز اتحرك العربية يا مدام جيلان. يا اخويا ما قلت لك ما تشوفوا لي راجل يحركها. انت الواحد ما يعرفش يغلبك في الكلام خالص. يا خراشي. صباح الخير يا لطفي. صباح الخير يا عم لطفي. صباح الخير. الشاي يا فدو. خد لسه مسخناهولك من على الموتور. ده ايه، شاي بالنعناع ده ولا ايه؟ لا ده ميه خضرة. ميه خضرة؟ يا ساتر دي طعمها مر قوي. خدي دوقي كده. انت عاوز تسقيني المر يا اخي؟ حرام عليك بقى. يا عمرك اللي راح حضر يا ملك بختك يا فدوى، يا عمرك اللي راح فتيس. فطيس يا حبيبتي فطيس. انت قعدتك وسط العربيات الظاهر لحست مخك. بقول لك ايه يا فدوى؟ ايه؟ انا بفكر اربي حاجه هنا. تربي ايه؟ اربي كرب. كرب؟ كرب راتير. ونبقى نديله عظم راتير. يا خفة دمك يا علي. اللهم لك الحمد. القبول ده ايه؟ اتفضل يا اولاد، تعالوا خشوا يا حبايبي، خشوا. هتجيبك تعال. ايوه حضنوا هنا بقى، حضنوا وسعوا كده عشان عمو، عشان كله يشوف، بس عشان كله يشوف. تعال بصوا يا حبايبي. هات تعمل ايه؟ دي اول فقره في الرحله بتاعتنا. الشارع ده بقاله 12 سنه ما حصلش فيه اي تغيير، عشان كده جايبكم تتفرجوا عليه. شوفوا هنا يرقد عم لطفي. عم لطفي ده سواق التاكسي اللي هو كان يعدي من جنبك يكسر لك الفانوس ويكسر لك المرايه ويروح يقف في الاشاره، تعدي جنبه تلاقيه مبتسم زي الملائكه ولا كأن حاجه حصلت. هو ده، ويكسر الاشاره ويمشي، هو يحب يكسر وخلاص. ده بقى عم ابو حامد، اخر واحد في السلاله بتاعته، محتفظ بشكله ومحتفظ بلغته واحنا مش فاهمين منه اي حاجه، بس موجود معانا ومكمل. ده سواق اللوري بقى اللي هو بيدوس علينا كلنا وما نزعلش منه. ليه؟ هو مش غلطان، هو عشان هو عالي فاول عربيه شايفها بتبقى في التجمع فبيدوس على اللي قدامه. هو ده. ودي بقى الست جيلان، دي من 12 سنه كانت شايفه نفسها وعامله السبع رجاله، دلوقتي زي ما انتم شايفين المنظر ده، وريحتها وحشه، ابعدوا عشان الريحه. دي بقى كانت الست اللي هي تكسر عليك في الطريق، تزعلها تقول لها رايحه فين يا ست، تجاوبك عادي، تقول لك رايحه عند حماتي اكل بفتيك عادي، ما تحسش باي حاجه. ما انت تتزنق هتقول لها ايه؟ هتقول لها سيب لنا حته. يعني اخرك كده. ودول بقى علي وفدوى، دول اتفه من ان اتكلم عنهم. يعني انا مش لاقي حاجه اقولها لان هم زي ما انتم شايفين ما فيش اي قيمه ان نتكلم عنهم. يلا مين يحب ياكل عم لطفي؟ تعال انت يا حبيبتي، تعال انت يا حلوه، يلا اكلي عم لطفي، يلا اكليه. ايوه بالراحه. ايوه شطوره، برافو عليكي، برافو. طبعا ما حدش ياكلهم اي حاجه لان هم ليهم اكل مخصوص. دول روح برضه، ما حدش يبص له في عينيه عشان بيستفز.